يبقى النظام جدا قوي. معنا الآن على الهاتف الأخ محمد الدرازي. محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا اخوي عبد الله. نورت بصوتك برنامجنا رقميات. الله يخليك حبيبي، منور بوجوددك. الله يسلمك. طبعا خالد محمد معنا من شركة الإنتاج اللي رافقتنا في معرض جايتكس 2012. محمد هلا بيك. شفت التقارير؟ اي والله تقارير جميلة. انت تشوفها جميلة؟ انا صراحة مو وايد ذاك الزود يعني كنت راضي عنها. مو ما على اساس انك انت يعني اللي مصورها، لكن على اساس ان احنا ما اعطيناها حقها من الصور. ما اعطيناها حقها من القوة. صحيح. صح. ما زال في هناك امكانية اكثر نعطيها، وفي كان عندنا امكانية اكثر نصور بعد. صح. طيب محمد، يعني من خلال وجودك معنا في برنامج رقميات في الوقت الحالي ومرافقتنا الحين ما شاء الله للسنة الثالثة تقريبا، صحيح؟ نعم صحيح. طيب كيف لاحظت يعني التقانة على مستوى معرض جايتكس من خلال لما احنا ننقلها اعلاميا؟ والله هو جايتكس يعني معرض معروف عالميا. ويعني دائما يقدم لنا الليتست تكنولوجيز الموجودة في العالم، ودائما يقدم لنا اكثر الاجهزه تطورا ويعرضها والسبيسيفكس مالها. نعم. فدائما انت لما انت تجي تتكلم عن شيء في معرض جايتكس، طبعا انت راح تقدم للعالم يعني الليتست تكنولوجي، تعرف الناس، تعرف الجمهور. ودائما ما شاء الله يعني برنامج الرقميات عندكم مهتم بهالشيء، وقاعد يقوم بنشاط جميل جدا بنقل التقارير وعمل اللقاءات واستعراض هذه المنتجات الجديده. اللي لفت نظرك هذه السنة محمد في المعرض؟ كيف؟ سوري. ايش اللي لفت نظرك أكثر شيء في هذا المعرض؟ اللي لفت نظري السنة هذه والله في عدة أشياء جميلة هالسنة. لكن من الأشياء الجميلة أنا لفت نظري اللي هي الكلاود كومبيوتنج، كان مركز عليها هالسنة بشكل كبير. حوسبة السحاب. اي نعم، حوسبة السحاب. مركزين عليها بشكل كبير السنة هذه، ووايد برودكتس نازلة في السوق ونازلة حق اليوزرز وحق البزنس، كلها مسويه سبورت حق الكلاود كومبيوتنج عشان تسهل العمل على الشركات وعلى الاندفيدوال يوزرز بشكل عام يعني. ويمكن هذا كان واضح من خلال قاعة الشيخ سعيد اللي كانت مخصصة للخدمات الحكومية من مختلف دول الخليج يعني. صحيح. صح؟ يمكن لاحظت انك انت معظم دول الخليج كانت تستعرض الخدمات سحابية كثيرة موجودة عندها. صحيح، وهذا شيء جميل يعني يسهل عليهم كثير من الاشغال والاعمال. ايش رايك بالجناح المخصص بما انك انت كنت موجود فيه يعني لسلطنة عمان هذه السنة؟ في شيء لفت نظرك؟ ما شاء الله اليوم السنة هذه سلطنة عمان كانت منورة المعرض بستاند كبير وجميع الخدمات اللي تقدمها الدوائر عندكم. وكان ما شاء الله يعني في حضور كبير للستاند، في الناس كانت يعني تجي وتسأل، ودائما الناس يكون في حالة يعني اعجاب، والناس عندهم فيدباك جميل على الخدمات اللي تشوفها تقدمها السلطنة بشكل عام على المستوى الإلكتروني. نعم. طيب محمد، يعني انت لاحظت ان حتى في فنانين يعني كانوا موجودين من ضمن المعرض، صحيح؟ صحيح، كان كثير من الفنانين حضروا المعرض، وبخصوص الفنان عبد الله بالخير اللي لما زار القسم العماني ما شاء الله يعني. صح، كان مركز. صح لانه هو يعني قصد يعني من يعني ما بين الأقسام كلها، ما بين الأركان اللي موجودة صحيح. كلها يعني فضل يعني الركن العماني أنه يكون هو متواجد فيه. أيضا الفنان الكويتي عبد العزيز المنصور. عبد العزيز المنصور ما شاء الله بعد. صحيح. نعم. طيب محمد، كلمة حابب توجهها لبرنامجنا رقميات، بما أنك أنت يعني من الفريق المنتج اللي كان معنا على أساس أن احنا كنا نصور يعني التقارير وننقلها من خلال برنامجنا. والله عشان ما تكون شهادتي مجروحة أقول لك يعني الصراحة رقميات قاعد يقوم بنشاط جميل ينقل جميع التكنولوجيا الحديثة، التقارير الخاصة اللي قاعد يتعب عليها الفريق. يعني ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن الفريق بشكل عام. نعم. وعنك أنت أستاذ عبد الله بنفسك، يعني أنت قاعد تقوم بمجهود جميل، قاعد تنقل تتعب وقاعد تدور ليتست تكنولوجيز تستعرضها للجمهور، تقرب الناس منها. هذا الصراحة يعني شيء جميل جدا ونفخر به يعني. الله يخليك اخوي محمد. وفي نفس الوقت يعني انا كنت اتوقعك تقول الكلمة اللي قالها عبد الله بالخير في برنامجنا.
اي 1 2 3 أيوة. رقميات يا حياته. يعطيك العافيه يا محمد، ونورت برنامجنا رقميات، وان شاء الله يعني القادم راح يكون اكثر تقني، واكيد يعني برنامجنا رقميات راح يكون متواجد فيه باذن الله. ان شاء الله، واحنا مستمرين ان شاء الله في العمل، وراح نحاول نقدم اكثر شيء ممكن يعني عندنا من الطاقات عشان نستعرض هالامور حق الناس. يعطيك الف عافيه اخوي محمد، الله يسلمك ويعافيك يا رب. الله يسلمك، الله يسلمك، حياك الله، مع السلامه. شفت الكلمه الجميله اللي قالها عبد الله بالخير؟ قال لك 1 2 3 رقميات يا حياتي. قال لا اقول شيء يعني في البرنامج، قال بقول لكم اياها ولكن باللبناني يعني. طيب.